أصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قرار بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا. يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل التي أثيرت بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه أشرب خمور وحشيش. وجاء نص البيان كالآتي: على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل على من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء. كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قد أصدرت بيانا حاسما في الساعات الأولى من صباح اليوم بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، تم إصدار هذا البيان.